انا قررت ان انا اعمل سلسله فيديوهات. اللي انا قعدت مع نفسي كده وقلت لو انا واحد جاي بتعلم التريدينج من اول وجديد، ازاي انا اقدر اوصل المعلومات بطريقه سهله وبسيطه. يعني خدت القرار ان في 2025 من اول فيديو النهارده ان انا هاخد سلسله فيديوهات كده للناس المبتدئه من اول خالص from the scratch زي ما بيقولوا من الاول خالص. ليه انا هعمل كده؟ لان انا شخصيا لما جيت اتعلم تريدينج وجيت اخش مجال التريدينج كنت بلاقي ناس كتير اونلاين. طبعا كان الكلام ده من 8 سنين، ما كانش فيه برضو الناس اونلاين كتير قوي، ودلوقتي الدنيا بقت سرداح مرتاح وكل واحد بيبقى نفسه يقول كلمتين في التريدينج بيقولهم. بس انا عن نفسي تهت ومش عارف ابتدي منين، وعارف ان انا عندي البوتنشال وممكن اعمل حاجه في المجال ده ومش عارف ابتدي منين، ومحتاج فلوس وعايز اطلع فلوس من التريدينج. وكان الموضوع بالنسبه لي انا عايز اتعلم، في ناس بتعمل فلوس من التريدينج. بصوا يا جماعه، خلينا نتفق ان التريدنج مش نصب. علشان بس انا بشوف كومنتس الناس يقول لك ده نصب وحرام ومش عارف ايه. انا هخرج بره حلال وحرام وهخرج بره ان هو نصب. هي مهارة بتتعلم المهارة دي وتتقنها مع الوقت هتعرف تعمل فلوس. انا لما جيت ابتديت من حوالي 8 9 سنين كنت متلخبط جدا ومش عارف ابتدي منين، وخسرت فلوس جدا، وما خسرتش فلوس قليله، انا خسرت الافات الدولارات ما بين كورس هنا وما بين اتعلم هنا واحط شويه فلوس هنا بيرسونال اكاونت. طب ولما طلعت التشالنجز بتاعت اف تي ام او تشالنجز والحاجات بتاعت الحاجات الفندد دي، جربت فيها وخسرت وما قعدت اجرب مره واتنين واخش اكاونتات مع صحابي واخسر، وجمعت فلوس كمان من صحابي وفلوس صحابي حطوا فلوس وحطيت معاهم ونخسر. فقعدت في سلسلة خسائر كده دامت أكتر من 3 4 سنين، أكلمكم بكل صراحة ما فيش تجميل يعني. فعشان كده لو قعدت النهاردة مع نفسي كده، لو أنا فعلا عايز أوصل المعلومات والنولج اللي أنا خدتها في الفترة اللي فاتت دي على مدار 8 9 سنين، وعايز أديها لو أنا قاعد بتكلم مع واحد صاحبي أو ابني أو بنتي وأنا عايز أعلمهم حاجة فعلا ممكن يعتمدوا عليها ويبقى مصدر دخل ليهم أساسي بعد كده، فاضطريت ان انا اعمل سلسله فيديوهات كده زي ما بتقولوا ايه. انا هاخدك اعلمك تحبي الاول. تحبي يعني ايه؟ يعني تحبي علشان تعرف تتخبط، علشان بعد كده تعرف تمشي وتقع، وبعد ما تعرف تمشي وتقع تبتدي تسند على الحيطه وتمشي لغايه ما تمشي لوحدك. هي اكتشفت يا جماعه ان الحياه لازم تاخد مجراها. في الاول وانا صغير، صغير ده يعني شاب شويه، كنت فاكر ان فكره الثراء السريع دي فكره مهمه جدا ولازم تبقى غني بسرعه. لغايه ما اكتشفت طبعا لما خدت تاخد خساره وخبطه على دماغك من هنا ومن هنا ومن هنا، اكتشفت ان كل حاجة لازم تتعلمها وكل حاجة لازم تمشي فيها خطوة بخطوة. ليه تعمل كده؟ لان ما فيش حد بيعرف كل حاجة من اول حاجة. ما فيهاش اسمها تقعد تتفرج مثلا على يوتيوب او حتى على القناة نفسها تقعد فيها عليها 6 شهور ما انت كده بقيت بروفيشنال تريدر وياخد فلوس ويلا بينا هتعمل فلوس تاني يوم. الكلام ده مش هيحصل. انا بديك خلاصة تجارب وحاجات اتعلمتها من ناس في امريكا وفي انجلترا ودفعت فيها فلوس كتير قوي علشان اعرف بس الناس دي بتجيب فلوس ازاي. ده كان السؤال، الناس دي بتطلع فلوس من الشارت اللي قدامكم ده ازاي. فاكتشفت ان الموضوع طبعا لازم يبقى عندك مهارات وازاي تحلل والكلام ده، بس هو الموضوع بره الشارت على فكرة. الموضوع كله في دماغك، منتاليتي، العقلية بتاعتك عاملة ازاي. انت لما تخش بالعقلية دي تأكد، تأكد مليون في المية انك مش هتعمل ولا مليم. ده بس مش هتعمل ولا مليم، ده انت هتخسر فلوس اكتر. فانا عايزك الاول فيديو كده في السلسله دي اللي انا عايز بس الناس تفهم ان ده بيزنس. يعني ايه بيزنس؟ يعني كانك عامل مشروع. انا اعرف ناس كتير قوي بتعمل فلوس من الامازون وبتعمل فلوس من الاونلاين دروب شيبينج، واللي بيعمل فلوس مش عارف مين بيعملوا فعلا فلوس حقيقيه. يعني عندي ناس صحاب فعلا بيطلعوا فلوس كويسه، يعني ممكن تكاد تكون احسن من مرتباتهم كمان، والتريدنج واحد منهم. بس انا في الاول ما كنتش فاهم ده، ما كنتش فاهم ان انا لازم اتعلم، ومش لازم اتعلم بس ده انا لازم اتعلم ويبقى عندي عقليه معينه. هشبهها لكم مثال صغير جدا. عارف لما تيجي كده اقول لك يلا تاني يوم هنفتح مطعم، وانت لا تفقه شيء في المطعم ولا تعرف المطعم ده بيتدار ازاي ولا تجيب حتى سندوتشاتك منين ولا تجيب لحمتك منين، وانت مش عارفش اي حاجه، وتاني يوم عندك مطعم. اتفضل المطعم قدامك وريني هتعمل ايه، تطلع فلوس ازاي. مفيش، هتخسر وتقفل. ده طبيعي. هو لو ما عملتش كده يبقى انت فز. فانا مش بتكلم في النقطه دي، بتكلم ان انا عايزك تعامل التريدنج از بزنس. فخلي عندك العقليه دي، انت في بزنس. فالبيزنس ده بيتطلب ان انت نمره واحد، اول ما بتخش اي بيزنس لازم تعرف عنه، لازم يبقى عندك معلومات، تقرا عنه، تسمع عنه، تشوف فيديوهات ناس عملت البيزنس ده قبل كده وتشوف هم عملوا فيه ايه.
وبعد كده لما تيجي تخش المجال يبقى عندك عقلية البيزنس، ان انت لازم تبقى متأكد ان انت مش لامم كل حاجة في البيزنس ده. انت في الطريق هتتعلم، بس لما يبقى عندك الاساسيات. فهدف السلسله اللي انا هعملها دي انك يبقى عندك اساسيات. لما يبقى عندك اساسيات انت بعد كده مع نفسك هتطور نفسك بنفسك. لما اجي اديك عربيه واقول لك سوقها وما تعرفش اي اساسيات السواقه، انت هتعمل حادثه مش هتعرف تدورها، ممكن تطلع بيها اصلا. فانت لازم يبقى عندك الاساسيات دي. الفيديو يبان ان هو انت بتتكلم وخلاص، لا انا ما بتكلمش وخلاص، لان الكلام اللي انا بقوله ده اهم بكتير قوي من الشرط. شرط التسكيلز هتاخدها انت، حتى ممكن من الفيديوهات القديمه ممكن تاخد السكيلز دي، وموديل واحد او استراتيجي واحده ممكن تخليك تعمل فلوس. بس اللي انا بتكلم فيه لازم قبل ما تخش المجال ده لازم تبقى عقليتك متحضره. يعني ايه عقليتك متحضره؟ يعني عارف من واحد ان هو مش ويضرب ويجري، يعني مش هتعمل لك مليون درهم ولا مليون دولار ولا مليون جنيه مصري في تريده وصفقه والكلام ده مش هيحصل. فلازم تعرف ان هي ستيب باي ستيب، خطوه بخطوه. بتعمل حاجه اسمها كده بتبلد الكارير بتاعك، كانك كده داخل في بيزنس، وكل يوم بتشتغل البيزنس ده. في يوم بتخسر فيه، في يوم بتاخد فيه ربح، في يوم ربنا ما بيبعتلكش زباين، في يوم بتلاقي المحل زحمه. بس at the end of the day او في اخر الشهر او في اخر السنه تقول والله يا جماعه انا اتعلمت في البيزنس ده واحد اتنين تلاته، واقدر اقول لك بعد سنه ولا سنتين ولا 3 سنين شغل خلي بالك الحاجات اللي انا واجهتها واحد اتنين تلاته عشان تعرف تعمل 20 و5 25 و30% و50% بروفيت كمان. فده كله ده معتمد على عقليتك، انت فاهم ده ولا مش فاهم ده؟ فانا هبتدي معاكم بالاساسيات. الاساسيات ايه؟ الاساسيات ان انت لما تفتح شارت زي ده، زي شارت الناسداك كده وفاتح على الوان داي، فانت لازم يبقى تحليلك الرئيسي الاول على الوان ويك. ما تخشش اي صفقه، وما تخشش اي صفقه عامه في الحياه، غير لما تفهم الاساسيات. الاساسيات ان انت لازم تعمل حاجه اسمها التحليل الاساسي. التحليل الاساسي ده يعني تفتح الهاي تايم فريم، افتح الويكلي وافتح الديلي واشوف الشارت عايز يقول لي ايه. اشوف ايه اللي انا مستنيه، انا مستني ايه من الشارت ده، ايه الحاجات اللي انا عايز اشوفها فيه. يعني انا شايف دلوقتي الشارت على الويكلي على الاسبوعي طالع اهو، باين قدامي ده طالع، مش محتاج حد يجي يقولها لك، يعني طالع اهي قدامك واحد. احنا في اهي عشان بس نحط ده ايه، ده اهو طالع بولش فيري بولش. طيب ده على الويكلي. طب لما اجي انزل على الديلي، هلاقي نفس الكلام، الشارت برضو طالع. طيب انا بقى علشان اعرف اطلع فلوس من الشارت ده، يبقى انا لازم يبقى عندي فكر. الفكر ايه؟ الفكر الاولاني ان انا بعمل حاجه اسمها فاندمنتال اناليسيس، اللي هي الاساسيات ان انت بتفتح على الويكلي وعلى الديلي وتشوف ان انت نمره واحد كده. انا في حاله صعود، ده الناس ده كده انا فاتحه راندم كده، مش هخش صفقات ولا اوريكوا اي استراتيجي، بس اوريك الواحد بيفكر مع نفسه ازاي، وازاي يبيلد اب فكره البيزنس نفسها. فانت نمره واحد محتاج انك تبقى عارف انت فين من الدنيا، انت فين. انا لسه ببتدي، انا لسه عايز اعرف الماركت ده انا اشتغل معاه ازاي. ايه السكيلز او المهارات اللي انا لازم اتعلمها في الفتره اللي جايه علشان ابتدي اخش صفقه وابقى ضامن ان انا داخل صفقه فعلا هطلع منها فلوس. وبعد كده تبتدي تبلد واحده واحده. طيب ده من الحاجات اللي انا كنت عايز اقولها لكم، اللي هي ايه الفاندمنتال اناليسيس. تاني حاجه فيها اللي انت لازم ما ينفعش تخش كده وانت مش عارف ان في اخبار بتحرك الماركت ده بطريقه عنيفه جدا. فانت يا اما في الاول طبعا انا يعني بنصح كل واحد اوعى تخش في الاخبار. ليه؟ لان الاخبار فولاتيليتي عاليه قوي، تلاقي السيوله مره واحده ضربت منك جاب الستوب لوز، او حتى لو انت محظوظ جاب التيك بروفيت وانت مش عارف ايه اللي حصل، لان بيبقى فيه ليكويديتي عاليه قوي في الماركت. فاوعى اوعى اوعى تخش في الاخبار. بس مهم قوي تعرف ايه الايام اللي فيها الاخبار، والايام دي ازاي تستخدمها في مصلحتك بعد كده عشان تطلع بيها في البروفيت. الاخبار دي عشان تعرفها بتخش على موقع اسمه فوركس فاكتوري. اسمه فوركس فاكتوري فوق اهو، تكتب بس على جوجل فوركس فاكتوري يفتح اول واحده، هيطلع لك كل الاخبار اللي موجوده في اليوم. النهارده ايه مثلا؟ النهارده يوم 24، يوم الاثنين. عندي اخبار على النيوزيلندي. الاخبار بتتقسم كذا نوع يا جماعه. يعني في الاورنج اللي هو ده الامباكت بتاعه او التاثير بتاعه في السوق ميديم. يقول لك ان النهارده والله الباوند جيبي مثلا او جيبي النهارده بنك هوليداي، تتوقع ان جيبي مش هيبقى فيه اي حركه، البنك اصلا اجازه. اليورو برضو في ميديم. لو دوست كده
مثلا بكره، والله انا لو انا هخش تريده بكره او عايز اشوف في الماركت بكره، عارف بص هنا جيلي هنا الساعه 7 في خبر، بص احمر ازاي، ده خبر مش مهم الخبر ايه، ما يهمنيش، مش عايز اعرف يعني، مش لازم تبع اخبار، بس تبقى عارف ان في خبر على اليو اس دي اللي هو الدولار يعني الساعه 7. فده يخليك تبقى منتبه جدا وعارف ان بكره هيبقى فيه فولاتيليتي عاليه في الماركت. نصيحة في الأول ابعد عن يعني الساعة 7 دي ما تخشش فيها أي صفقات. أنت يعني المفروض إحنا حتى كمان كبروفيشنال ما بنخشش في الأخبار، إحنا دايما بنخش بعد الأخبار، يعني لما نشوف الأخبار عملت إيه في الماركت ومن ساعتها نبتدي ناخد دايركشن. بس أنا بقول لك من دلوقتي في يوم زي ده، لا ابعد عن الأخبار. ابعد ليه ابعد عن الأخبار؟ لأن أنت على الشارت نفسه هتلاقي مرة واحدة لو نزلنا مثلا على اللو تايم فريم مثلا على ال1 اور ولا حاجة، هتلاقي مره واحده راحت في شمعه دخلت نزلت كده بوظت الدنيا دي كلها، هانت هنا ليكويديتي هنا وليكويديتي هنا، الكلام ده هنجيله بعد كده، بس انا بوريك بس ايه الفكره يعني. وراحت ليكويديتي وانت مش عارف ايه اللي بيحصل. انا ما لحقتش اعمل حاجه يا جماعه، انا لسه بحط يا دوبك اوردري والستوب لوز لقيته اتجاب. طب انت ما انت غلطان، ما انت مش عارف انت عايز تعمل ايه. فعشان كده بقول اول حاجه لازم تعملوها قبل التريدنج حاجتين مهمين، ده اللي هتكلم عليهم النهارده. واحد، انك تشوف اليوم بتاعك فيه ايه، وده من عن طريق الويب سايت. ده ويب سايت ملوش اي علاقه باي حاجه، هو بيديك الاخبار بتاعت اليوم. اسمه فوركس فاكتوري، اكتبوه كده على جوجل هيطلع لك، اول حاجه تدوس عليها يطلع لك اليوم كده مونداي في كذا 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 نيوزيلندي كل حاجه بعملاتها. الساعة 5 في ايه، الساعة 6. النهارده يوم ما فيهوش اخبار وعندي جي بي هوليداي، فانا كده كتريدر او كمتداول كده بالنسبة لي كده الين مثلا ما مش هخش فيه اي حاجة، لان بنك هوليداي وهتلاقي دايما في كونسوليديشن والماركت ما بيتحركش. لو انت بتارد نيوزيلندي او يورو، هيبقى في خبرين موجودين في اللندن سيشن اهو، ممكن تخش ومش عارف ايه. فده اول هام تحطه في دماغك قبل ما تعمل اي حاجه. بسم الله الرحمن الرحيم كده تفتح فوركس فاكتور تشوف الاخبار ايه. نمرة اتنين، انك تشوف الهاي تايم فريم ويكلي وديلي، تشوف انت طالع ولا نازل. انا دي بس التو بوينتس لو انت عرفتهم انت هتبقى ابتديت كده تعرف يعني ايه دريكسيون، يعني ايه دبرياج، يعني ايه فرامل. انت انا لسه بعلمك العربيه فيها ايه. فده الهاي تايم فريم عندي على الديلي اهو، ده الداي 1 داي ماركت اوبن اهو، مفتوح السوق شغال. بس انا فين؟ انا في حاله طلوع ولا انا في حاله نزول ولا انا في حاله كونسوليديشن؟ دول الثلاث حالات اللي بيبقوا دايما في الماركت. خلينا هقولهم بسرعه كده. لو انا ماركت زي ده الناسداك اهو، الناسداك دلوقتي اوريك الثلاث انواع بالظبط. بص ده حاله نزول، شايف دي حاله نزول اهي. انا ما بعملش ترند ولا حاجه، بس انا بوريك شكل النزول ايه. بص ده شكل نزول. طيب يبقى انا لو اللي انا شايفه قدامي ده يبقى انا كده عندي فاندمنتز او الاساسي بتاعي ان انا في حاله هبوط، يبقى انا ما اخشش اي صفقه كده طالعه. ده نمره واحد. ده لو في الحته دي. طب الحته التانيه قال لك الماركت في حاله في حاله صعود باينه اهي، شايف الماركت اهو عمال يطلع حاله صعود، يبقى انا هنا في الفتره دي كلها انا ما بخشش اي حاجه غير صعود، لان هو ده الهاي تايم فريم، ده الترند بتاعي. وتالت حاجه والاخيره الكونسوليديشن. كونسوليديشن يعني الماركت بيتحرك في نفس الرينج ما بيروحش في اي حته، شايفين الحته دي كلها كونسوليديشن. كونسوليديشن دي كونديشن ما حدش بيحب يخش فيها كمتداول، لان ما بيبقاش في حركه في الماركت، شايف الماركت طالع نازل في نفس الرينج، بيجمع اوردرات، كل ده بيجمع اوردرات. امتى ابص عليه؟ لا اما يكسر لي فوق هنا، يكسر بعد كده، وبعد كده ينزل يستخدمها از سبورت وبعد كده يطلع تاني. انا هنا كده اقدر اقول لك والله دي كده تبقى تمام. انا كده شايف البرايس راح طلع لي من هنا، خلينا احطها لك بالظبط. شايف البرايس كسر الكونسوليديشن، طالما كسر الكونسوليديشن ساعات على فكره بتبقى مانيبيوليشن، عشان كده بقول لك استنى البرايس يطلع وتشوف هيعمل ايه، وبعد كده هيحترم الكونسوليديشن ده ولا لا. ده نمره واحد. فحاله الكونسوليديشن لما بنشوف احنا شورت عامل زي ده ما بنخشش، بنسيبه يومين ثلاثه اسبوع اسبوعين ما لناش دعوه، خلاص شوف اي حاجه تانية، شوف اي بير تاني، اشتغل على الفوركس، اشتغل على الجولد. بس طالما انا شفت المنظر ده، المنظر ده بالنسبه لي يعني كاني بيقول لي انا اجازه، حتى لو في اخبار انا ما عنديش رينج اقدر اقول لك احنا طالعين ولا نازلين. خلاصة الفيديو ده ان انت تبقى عارف ان انت عندك ثلاث بروفايلات في الماركت لازم تبقى عارفهم، اللي هو حالة صعود، حالة هبوط، او حالة كونسوليديشن اللي انتوا شايفينها دي. فعمرك ما تخش
اي صفقه غير لما تعمل الحاجتين الرئيسيين اللي انا بقول عليهم النهارده، انك تتشيك الاخبار فيها ايه وفي الساعه كام، ويبقى عندك الهاي تايم فريم بيقول لك احنا طالعين ولا نازلين ولا في حاله كونسوليديشن زي دي. فده اول فيديو في سلسله 25. اتمنى يكون اللي هيتفرج على الفيديو ده يفهم الكلام اللي انا اتكلمت فيه في الاول، لان بعد كده الفيديوهات اللي جايه هتبقى مبنيه على الكونسبت ده، مبنيه على المبدأ ده. اللي محتاج اي حاجه يكتب لي في التعليقات. بشكركم والى اللقاء.